واحدة فلسطينية قالت لي هاتي فلينة جوزك القديمة المتقطعة دي اللي انت بترميها وتعالي اما اقولك ازاي ترجعي شبابك في سن ال20 حتى لو عمرك بعد ال40 وهتدعيلي. كلنا طبعا عندنا فلينات قديمة ومتقطعة كده زي ما انتوا شايفين ودايما بنرميها في المطبخ، بس هقولك على حيلة هترجعلك شبابك في سن ال20 وانسي بقى، دي معجزة يعني حاجة كده خيال. تعال نشوف الطريقة وتعال نشوف هنعمل ايه بالفلنة. بس قبل ما نبدأ يا ريت اللايك حلوين منكم كده يفرحني، واشتراك، ويا ريت لو اول مره بتشوفيني تشتركي في القناه، اشتراكك يفرحني وينورني. وتعالى بقى نشوف السر اللي احنا نعمله مع بعض ده. بس الفيديو مليان افكار حلوه كتير، يا ريت تتابع الفيديو للاخر لانك انت هتطلع مستفاده من الفيديو. وتعالوا نشوفوا بقى هنعمل ايه بالفلنه دي. معايا طاسه على النار وهعلي النار الاول وبعد كده هديها واحط شويه ملح. طريقة معايا 4-5 معالق من الملح الناعم، وهبتدي اقلبهم حوالي كده دقيقة كده على النار، على نار هادية مش نار عالية، على نار متوسطة خالص. هبتدي بس اسخن الطاسة وبعد كده اوطي النار خالص على الملح، ويكون ملح ناعم مش ملح خشن. وهنزل عليهم بالقرنفل، وبعد كده 4-5-6 حبات من القرنفل، وهبتدي اقلب بين كل حاجة وحاجة. انزل بحال المكون التاني يكون في فاصل دقيقة عشان يكون عمل معايا المكون حلو قوي ويسخن حلو. سخنت الملح وسخنت القرنفل ونزلت عليهم بالورق الغار او الورق اللورا حسب كل بلد ما بتقول. وبعد كده اسخنهم كويس قوي واخلطهم، وبعد كده انزل عليهم بالفلفل الاسود. فلفل اسود الحب، لو انت حابه تحطي فلفل اسود ناعم حطي، هو ليه فوائد كتيره قوي وهنشوف دلوقتي. وهبتدي بقى معايا 4-5-6 فصوص من التوم. عايزه اقول لكم التوم ده حاجه رهيبه، مسكن للالم وبيعمل كل حاجه، لالتهابات المفاصل وللخشونه ولكل حاجه. يا جماعه التوم ده طلع كنز فعلا. هبتدي انشر يعني ابشر 3-4-5 تومات كده، او 3 تومات كفايه. وبعد كده ادوبهم على البوتاجاز بقى مع الملح لحد ما يسخن حلو، لحد ما كله يختلط مع بعض. صدقوني الوصفه اللي احنا هنعملها دي وصفه جميله قوي وهتدعوا لي عليها. عايزه اقول لكم ان التوم ده فيه فوائد رهيبه، مضاد حيوي رهيب ومسكن للالم ومسكن للمفاصل ويعني رهيب. وعايزه اقول لكم ان لازما التوم يتدقق او يتخرط بالسكينه قطع صغيره او يتبشر، عشان لو انت حطيت التومه صاحيه مش هتستفادي منها. لازما تتعرض للهواء 5 دقايق او 10 دقايق، وتكون متقطعه قطع صغيره زي ما انت شفتوا كده وانا مقطعه ببشرها، عشان فيها ماده اسمها ماده الياسين. الياسين دي هي كل الغذاء فيها، ولازما تتعرض التومه معايا للهواء. عملناهم مع بعض اهم وخلطناهم مع بعض خلاص، هم سخنوا خالص معايا. انا عايزه السخونيه بتاعتهم، يعني انا مش عايزه اكتر من ان انا اسخنهم خالص واحطهم في فلينه قطن. لو انتي عندك فلينه بنتك او ابنك قطن وقديمه ما ترميهاش، اعملها بنفس الطريقه. شايفين البخار ده؟ انا بقى محتاجه البخار ده، انا عايزه البخار ده. اللي بجد الوصفه دي يعني حلوه قوي قوي قوي، وبجد هتشيل كل الالم المفاصل والم الركبه والخشونه وكل حاجه معموله. يعني الطريقه دي بجد حلوه قوي مع معلقه زيت زيتون. هتبتدي بقى تاخدي معلقه زيت زيتون دي وتحطيها على المفاصل او على ركبتك او على اي حته انت تعباكي، وبتبتدي تدلكي بيها بالزيت بالمخلوط اللي احنا عملناه ده. البخار اللي طالع منها ده تبتدي تدلكي بيها كده على جسمك. اقوى مسكن بجد وعلاج لالتهاب المفاصل رهيب. جماعة يعني جربوه، الفكرة تعجبكم جدا والتجربة حلوة قوي وهتدعوا لي عليها. ويا ريت تكتبوا لي تعليق حلو منكم كده، بجد ده اقوى مسكن فعلا لالتهاب المفاصل والالام العظام. حاجة كده بجد يعني هتريحكم. تعالى بقى نشوف الفكرة التانية، وكل الأفكار هتعجبك أوي في الفيديو. معايا إزازة فاضية، إزازة مية، بدل ما ارميها أقوم أسخن سكينة وأقوم ماسكاها يعني أقصها بالنص كده، يعني حوالي تلتين كده من تحت، وأقوم قصاها بالسكينة أو بمقص. أنا عملت سكينة، عندي سكينة مخصوص للحاجات اللي زي كده، فسخنتها على البوتاجاز وقمت قصة الإزازة زي كده زي ما انتوا شايفين. وهبتدي أنا عايزة الجزء ده اللي أنا عايزة استفاد منه، فرميت الجزء التاني. هستفاد منه ازاي بقى؟ اقوم جايبه ازازه الزيت. طبعا ازازه الزيت عندنا بنركنها في اي مكان فبتعمل زيوت من تحت وبتعمل وساخه من تحت، يعني بتوسخ اي مكان تتحط فيه ازازه الزيت. فهعمل ايه؟ انا ابتديت اعمل لها الخطوه دي او زي جراب كده لازازه الزيت، بحيث ان هي ما توسخليش المكان اللي انا اركن فيه ازازه الزيت. بجد طريقه حلوه قوي، فكره جميله. وتعالوا نشوف الفكره الثالثه. فكره
وتعالي نشوف بقى يا ست الكل بقى الفكرة رقم 3. أنا معايا البصل الأحمر ده ملهوش طبعًا عُمر، لإن إحنا في الشتا وبيمتص رطوبة بسرعة وكمان بيبوظ منِّك، فعشان نعمل إيه بقى عشان خاطر ما يبوظش معايا معلقة نشا وهابتدي بقى إيه أحُط في التربو كُلّه، لو أنتِ عندِك التربو وفيه بصل كتير وهيبوظ منِّك لإن إحنا في الشتا حُطّي له معلقة نشا هيخلّيه يحافظ عليه طول فترة الشتا خالص، ومن غير ما يبوظ ولا يعفن كمان. مكملين معايا لسه الفيديو لحد دلوقتي، يا ريت ما تنسونيش في تعليق حلو منكم كده ولايك. انا معايا سلك المواعين ودايما بيصدي ودايما الشعب كله بيستعمل السلك ده وهو سلك جميل قوي. بقوم جايبه برطمان ازاز واقوم ملياه ميه وحاطه فيه السلكه دي، استحاله تصدي معاك وتبات معاك لتاني يوم. الميه تكون قليله عن السلك، تكون السلك متغطي في الميه من جوه والبرطمان متحكم فيه من الهواء، كده مش هتصدي معاكي عمرها.